السلام عليكم. النهارده عندنا فيديو جديد من فيديوهاتنا الفخمه، ولكنه يحتوي على هبد وقلش فخم صريح، غير الفيديو احنا عملناه قبل كده اللي هو بتاع الحجاج بن يوسف. طبعا كان فيه حكايه تاريخيه جميله، ولكن برضو اضفنا عليها طريقتنا اللي انتوا عارفينها، وطلعنا منها بحاجه وفيها برضو بعض من الطرافه، مش هنقول السخريه ولكن بعض فيها شويه ضحك شويه. النهارده بما اننا بنعمل محتوى وانا راجل بعمل محتوى، في بعض المحتويات عامله رواج ونجاح كبير قوي، مكسره الدنيا، ولكنها محتويات غريبه وعجيبه ومريبة. هديكم مثال، أول نوع مثلا. بس أنت فاكر الصوت قطع؟ لا، ده المحتوى. المحتوى عبارة عن أغنية شغالة في الخلفية، وفي واحدة واقفة بتحرك بقها بس. عارف حركة محمد رمضان؟ بس ده المحتوى. طب سؤال، الراجل اللي مديها لايك أو عامل لها استماع أو عامل لها شير، أنت سمعت إيه؟ ده صوتها؟ إيه يا ابني؟ ولا أنت اكتشفت محتوى داخل هذا المحتوى؟ هو أنت لو فاكر إن الست دي بتتبع المبدأ أو المقولة اللي بتقول إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، فأنت عقلك قد ذهب. من الآخر، بصراحة، يعني لو كنت بتعمل كده أو إذا كان الست قصدها كده فإحنا ماشي على الله. إنما أنا معرفش ده إيه، أنت بتسمعني سكاتك يا ست ولا إيه؟ ده سكاتك؟ يعني أنت أم كلثوم؟ إيه اللي لايك وشير وملايين وي 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 وي. أنا بجد لما قعدت شفت فيديو من النوع ده، أنا عمال أعلي صوت الموبايل، أمسك الموبايل وأعلي، وأقفل الموبايل وأفتحه وأجيب الفيديو تاني وأشغله. يا جدعان السماعه بايظه، طب اركب الهيدفون، طب اركب اي حاجه، مفيش صوت. فاتضح في الاخر ان هي شغاله عربيه استاذه نجاة الصغيره بالصمت الرهيبي ده. حاجه حاجه تانية، المحتوى اللي بيعتمد على الاكل، مش الطبيخ او الطبخ. في طبعا شيفات ممتازه وبتاع محتويات اكل هايله جدا على فكره، ممتازه، انا نفسي بتابعهم زي الفل وحتى على القنوات. محتوى الاكل هو محتوى مش عمايل الاكل، محتوى الاكل نفسه. المحتوى عباره عن فيديو ست كده زي الفل جايبه العيله وقاعدين بياكلوا، وكل يوم تحدي جديد، مره تحدي الحمام، مره تحدي اليمام، مره تحدي المحشي، مره تحدي البط. الناس قاعده بتبص لبعض، يحدف ورك، يحدف صدر، يحدف فرخه، وانا قاعد عامل كده. هو طبعا انا جوع طبعا وريقي جري، بس ده ايه؟ ده ايه المحتوى اللي فيه؟ ده محتوى يا بنتي يجيب الببزول، يجيب الفلاجيل ده. لو حد عارف الادويه دي طبعا، دي عند المصريين يعني عادي الببزول والفلاجيل ده معانا في جبنه زي اللبان. ده إيه؟ فين النهارده تحدي اكل البط مع حبيبه قلبي بنتي حبيبتي روكا؟ روكا ممكن تاكل ضغط بط كامل وعندها 8 سنين. يا روكا انت بتعزلطي في ايه؟ ومامي قاعده بتقطع وبتحدف وروكا تاكل، وروكا ايه يا جماعه؟ ايه المحتوى، ايه المحتوى الامعائي ده؟ والله بجد، ولايكات وشيرات واعجابات، واللهم بارك، والله يبارك لك وعيشه. وعلى مناش ذكر اللهم بارك دي، خد دي وانا شفتها على التيك توك. المحتوى ده عباره عن ايه بقى؟ واحده ست حاجه كده معاها سبحه وقاعده، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك ما شاء الله، بسم الله، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر حاسد اذا حسد. انا قلت يمكن تكون بتعمل محتوى ديني او حاجه، او ست شغاله في الرؤيه الشرعيه. الكاميرا بقى نقلت قدامها، لقيت اتنين بناتها قاعدين بيحشوا محشي وبيردوا على المتابعين في اللايف، والست قاعده عشان تحميهم من الحسد. اللهم اكبر، اللهم صل على النبي، اللهم بارك، اللهم صل على النبي، قل اعوذ برب الفلق. ايه ياما ده؟ ايه ياما ده؟ ده الدكتور احمد زويل لما كان بيحبس نفسه في المعمل عشان يعمل الفيمتو ثانيه، ما كانوش بيعملوا عليه التعاويذ دي، وراجل خد نوبل عادي رحمه الله عليه يعني. ده محتوى؟ ايه المحتوى في ده؟ ده ايه والله؟ وبرضه نفس الكلام، اللايكات والشيرات وي 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 وي، مستحيل، ده ضرب من ضروب العبث. بطلع لساني في لازم. حاجه تانية، إيه المحتوى بقى الحياتي؟ الناس اللي هي بتعمل بلوجينج، الناس البلوجرز اللي هو بينقل لنا حياته، كل محتواه ان هو اللايف ستايل بتاعه بينقله لنا. يعني مثلا لقيت واحد من الناس اللي هم المفروض انهم مشاهير، ما علينا، عامل فيديو لمده دقيقتين بيقلي طعميه، قلت ماشي. فيديو تاني نقلت تحت بضرب كده لقيته بيعمل كيكه، قلت طبيعي الراجل عمل طعميه بياكل كيكه بيحلي. فيديو بقى تالت، ده بره البيت بقى، قلت حلو، ها قول بقى انت بتعمل ايه؟ لقيته راح يحلق. اه والله في المحتوى جاي انه جايب الفوطه حط على رقبته. بص بقى، لا السالفه درك من هنا، انا عايز يعني بص، نص، واحد ونص، تلاتة، وهنا نفس التدريجة، فاهم؟ تمام، اشتغل يا صاحبي. ده الفيديو، انه بيحلق.
يعني ما انا عرفت سبب فشلي ايه على فكره، ان انا سايب دقني. انا لو حلقت هعمل محتوى، بس انا بصراحه مش هحلق، لا مش مهم. انا مضحي بالشهره بسبب ان دقني تفضل موجوده هي وشنبي. الحمد لله. ده محتوى حياتي. نيجي لمحتوى تاني، وهو يعني زي ما تقولوا كده ايه، محتوى تمثيلي شويه. يعني في واحده كانت عامله دور مذيعه، هو المفروض ان هو محتوى توعوي وبيعمل توعيه للشباب. الست بدأ ازاي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا النهارده قررت إني أنزل الشارع وأشوف شباب مصر الجميل، الشباب اللي بجد المحترم، وأعمل لهم اختبار صغير كده. قلت كويس جدا اختبار، قول اتفضلي حضرتك، وأنا قاعد بقى بعمل كده. النهارده أنا معايا الأيفون ده، والنهارده هنشوف مين اللي هيكسب الأيفون، بس المفاجأة إن اللي هيكسب الأيفون ده هيبقى شاب مش كويس. ما فهمتش حاجة، يعني إيه؟ المهم بقى المسابقة كانت عبارة عن إيه؟ أنا هنزل أقف وهجيب كل شاب وأسأله وأقول له هل ممكن تبوسني وتاخد الأيفون، وهنشوف هنختبر أخلاقهم ونشوف لسه شبابنا زي ما هو ولا لأ. وأنا قاعد أعمل كده. لا، وراح استاذ واحد من الشباب، ممكن اسالك سؤال؟ لا اتفضلي اتفضلي. ممكن تبوسني عشان تاخد الايفون ده في الشارع؟ ومن غير ايفون انا بوسك عادي، انت حتى زي العسل. وفي لايكات وفي ناس بتتفرج وفي ناس عامله شير والدنيا جميله. دي مذيعه المفروض يا جدعان، والنبي حد يدور عليها يجيبها. ده كارثه. اه والله. وانا كل ده خدوا بالكم قاعد متنح عامل كده بجد كده. ايه ده؟ ده يعني ضرب من ضروب المحتويات او الحاجات الغريبه اللي بتحصل، او العبث اللي هو زي ما تقولوا كده ايه شغال دلوقتي. يعني واحد بيحلق، واحده بتشغل الريكورد فاضي على الفاضي بتسف زي ما بيقولوا، واحده تانية نازله تذيع عشان تتباس في الشارع، وواحد تاني جايب محتوى بيقلي طعميه وبيحلق دقنه. على فكره برضو بالنسبه للمحتوى التمثيلي ده، انا شفت مشهد قوي جدا جدا كان مترشح لجائزه المهرجان كان زمان، ان في اتنين واحده معديه، فواحد جاب لها حاجه وقعت منها، فبتقول له ايه ده؟ انت ازاي بجد كده؟ انت بطل بجد. انا ما اعرفش، انا افتكرته جاب القنبله النوويه اللي هي اللي وقعت على هيروشيما، لا ده جاب بتاع ما اعرفش وقع منها منديل ولا ايه، ما علينا. المهم راح جاي بص لها كده وقال لها ايه؟ على فكره انا مش معاكي لوحدك، انا بعمل كده مع الناس كلها، لاني بلبس من براند الهجان. ومش مهم اقول لكم هو البراند اللي كان لابسه ايه يعني، عشان الفيديو مات. ما علينا. ما هذا العبث؟ دي يا جماعه بتعتبر محتويات ناجحه جدا. وهنا تيجي بقى المشكله ايه هي؟ ان احنا هنا بنعامل الجمهور على انه الزبون، ودايما يقول لك الزبون دايما على حق. يعني انت لما تخش تلاقي 3 4 مليون مشاهده، وتيجي انت تتكلم او تعمل كومنت كده بسيط، تلاقي 3 4 مليون عايزين ياكلوك. ليه؟ لان هم يعتبروا الزبون اللي سمع المحتوى وقال لك لا الفيديو ده على حق. طيب هديك مثال تاني، اذا كنت انت بتتفرج على الحاجات دي ويجي مثلا واحد قدامي وعارف ان هو بيعمل محتوى هادف تعليمي او شبه اللي انا بعمله، او اي حد غيري، لو انت شفته وعجبك اديله فرصته، اتفرج عليه. عايز تديله فرصه اكبر، اديله لايك اكتر، شير اكتر واكتر، عرف حد من اصحابك او المجتمع المحيط بيك عليه. ما انت برضو كده تديله حقه، ما انت ما تروحش تتشير على حلق الدقن وبراند الهجان وقلي الطعميه، وتيجي على الناس اللي هي نابحه حسها وتعدي كده. تيجي كده تلاقي المحتوى الهادف قدامه. مم. مم. اول ما يلاقي تحدي البط نزل، الله، لايك شير 850 شير سبسكرايب سبسكرايب يا جماعه. وهنا يعني الغصب عن الناس اللي هي بتعمل حاجات هادفه، والناس اللي هي العاقله شويه اللي بتفهم مؤاخذه معلش، بتيجي بتعيب في هذا الجمهور. ما انت اللي جايب بنفسك التهزيق والكلام بالعقل كده. ما هو مش هديكم مثال عليا، مثلا انا راجل بعمل محتوى صوتي او بعمل كذا او كوميك او مش عارف ايه، ما اجيش انا يا حبيب قلبي نبي حس يا ابني انا حنجرتي باظت، انا جايب 4000 جنيه هنسون وجنزبيل تمام، وفي الاخر تخش تعدي عليا كويس. تيجي بقى على المحشي والبط، الله ياه الست دي خارقه في اكل المحشي، والست اللي بتسبح، والتانيه اللي شغاله، والتاني اللي بيحلق، وكده كتير. ما بقاش انا قاعد بقى اشغل لك شويه your favorite game you bring us the wrong Alice nobody is right Alice أخبرتك أن تصمت، أنا سعيد لأنني سوف أموت على يديك أوزوباكي ناروتو تشينرا تنسي أماتيراسو. إيه يا ابني كل ده؟ رحت انت جاي معديه وقافله؟ ده ناقص اعمل لك، ده انا عملت سالي قبل كده على فكره والله، وقلت لها ارجوك يا انسه باتشن، ارجوك لا اريد ان اكون وحيده في الصف، اريد ان اكون مع زملائي واقضي معهم العيد، ارجوك يا انسه باتشن، ارجوك تفحصي هذا المحتوى وضعي لايك وشير وكومنت، لا اريد ان اكون هكذا يا رب. لا بجد والله.
فانا بقول لكل الناس اللي بتتفرج او بتشاهد اي نوع من انواع النوعيه دي من المحتويات، اذا كنت بتعجبك مفيش اي مشكله، واذا كنت زي ما قلت لك بتديها حقها على كذا مرحله. اي حد تاني بيعمل حاجه هادفه او محتوى هادف او محتوى هادف، اديله حقه. عشان صدقني زي ما انت هتساعد على نشر ده، فعلا انت بتساعد وده غلط، انشر برضو حاجه كويسه. والله بجد انا اللي بقول لك اهو. خلصنا القرشه ولا هبدا الفخمه النهارده، وبجد انا كان حاجه غيظاني قوي يعني، واخدين بالكم؟ فانت لو عجبك الفيديو اديله لايك وشير. وللاسف لو المحتوى ما فيهوش اي اكل او حلاقه دقن، اديله لايك بس. هتطلع كده هتلاقي الفيديو اللي قبله اتفرج عليه، وهتنزل كده مش هتلاقي الفيديو اللي بعده لان ده اخر فيديو. فهتستناني ان شاء الله الفيديو الجاي، فهبدا وقرشه فخمه جديده. كان معاكم دكتور فويس محمد عادل. ودي فكره المحتوى الجديد بتاعتي، سندوتشات فينو بجبنه روعه. ونكمل بقيه المحتوى على الاجزاء. شويه نحط عليها خيار وشويه زيتون عشان صوتي حتى يجلجل كده وانا اعمل لكم الدوبلاج. السلام عليكم.